مشاهدونا الفاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. المزارع في الاقليم الاوسط توجد في اوضاع جيده. الامطار تحدث اضرارا في مديريتي غردات وشامبوقو. دعوة السكان على ضفتي نهر القاش لتوخي الحذر من الفيضان. العراق يلقي زيارة وزير الدفاع التركي ويستدعي السفير للاحتجاج على هجمات تركيا. الخارجية الصينية تقول أن العلاقات مع أمريكا يجب أن لا تخرج عن مسارها. وأمريكا وكوريا الجنوبية تغلصان تدريبات عسكرية بسبب جائحة كورونا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أوضح مسؤول تنمية النباتات في الإقليم الأوسط السيد أسرات هايلي بأن المزارع توجد في أوضاع جيدة، وقال أن قلة أمطار الربيع وتأخر أمطار الخريف كانت قد أغلقت المزارعين، إلا أن بدء الأمطار من 21 من أغسطس وبمعدلات جيدة ومستمرة مكن من حراثة الأراضي الزراعية المخطط زراعتها على مستوى الإقليم والبالغة أكثر من 25 ألف هكتار، وأشار إلى توزيع أكثر من 2000 كنتال من بذور القمح والذرة الشامية والشعير والبقوليات المحسنة للمزارعين خلال موسم الخريف، وتوزيع البطاطا من شهر مايو الماضي. ودعا المزارعين لإزالة الحشائش الضارة بالمزارع بالوسائل التقليدية بدلا من استخدام مبيدات الحشائش. هذا وقد قامت وزارة الزراعة في إطار استعداداتها لمكافحة الجراد على مستوى البلاد بتدريب حوالي 3500 من السكان وأفراد قوات الدفاع في الإقليم الأوسط على عمليات الرش وصيانة المعدات المستخدمة. أحدثت الأمطار التي هطلت يومي 7 و8 من أغسطس في مديريتي غردات وشامبوقو أضرارا بالمزارع والمواشي والمساكن وخطوط المواصلات، فقد هطلت أمطار غزيرة في مديرية غردات لمدة 5 ساعات بلغت 207 ملم، وفاض نهر بركة ملحقا الأضرار بمزارع الموز والخضروات، كما تسبب في دفن 16 بئر وجرف 21 من مولدات الضخ و185 كنتال من البصل المخزون، كما جرفت السيول 75 ألف شتلة كانت معدة في مشتل غردات، فضلا عن إحداث دمار جزئي في البنى التحتية الزراعية، وكذا التسبب في انهيار عشرات المنازل ونفوق 21 رأس من الأغنام والماعز. وفي مديرية شامبوقو جرفت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة الخضروات والفواكه في مساحة 121 هكتار ببلدة شامبوقو وضاحية بشكة، فضلا عن دفن 77 مضخة مياه و84 بئرا. كما ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا جزئية بطريق شامبوقو مايدما ومعدات الطاقة الشمسية في بشكة. وفي ذات السياق انهار 77 منزلا ونفقت أكثر من 100 رأس من الأغنام والماعز و50 رأسا من الأبغار جراء الأمطار التي هطلت يومي 6 و7 من أغسطس في ضواحي مندفرة ودرحة وأهني بمديرية عدقيح. شهد إقليم القاش بركة في موسم الخريف الحالي العديد من فيضانات الأنهر والأودية، مما بات يشكل ذلك خطرا على الإنسان والحيوان والممتلكات. وأشار سكان توكومبيا التي يقطنها نحو 6500 مواطن إلى أن البلدة تشهد في مواسم الخريف مخاطر فيضان نهر القاش، ويعيش السكان في قلق مستمر بسبب تلك الظاهرة، مما بات يؤثر ذلك سلبا على تطورها ونمائها. وأوضح المدير العام لقسم التنمية المعمارية في إقليم القاش بركة المهندس إدريس إبراهيم بأن قلق سكان توكومبيا في محله، وتحتاج المدن والبلدات التي تواجه نفس المخاطر الاهتمام على مستوى البلاد. ودعا سكان المدن والبلدات على ضفاف الأنهر والأودية للحيطة والحذر من الفيضانات التي قد تحدث بسبب قذارة الأمطار هذا العام. تم اليوم 12 من أغسطس إحياء اليوم العالمي للشباب بالتبرع الطوعي للدم تحت شعار تأهب الشباب للمشاركة الدولية. وقد جرى في المناسبة التي نظمت يومي 11 و12 من أغسطس بالتنسيق بين الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وجمعية المتبرعين الطوعيين للدم التبرع ب 81 وحدة دم بواسطة أعضاء الاتحاد وفريقي البحر الأحمر وميتمناي لكرة القدم. وقال مسؤول الشؤون الخارجية في المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد دانييل إياسو بأن الهدف من التبرع هو إنقاذ الأرواح التي لا تعوض من خلال التبرع بالدم الذي يمكن تعويضه. وأشار المتبرعون الدائمون للدم إلى مواصلة الجهود التي بدأوها لتنمية محتوى بنك الدم.
قدم أعضاء قوات الدفاع المتواجدين في مناطق بدة وبويا وإنجل عيلا وإنجل وبردولي دعما عينيا للأسر المحتاجة بقيمة حوالي 17500 نخفة. كما قدم أعضاء قوات الدفاع في مديرية جندع 7500 نخفة من رواتبهم للأسر المحتاجة في نفاسيت. وقدمت السيدة إلسا رؤسهم المقيمة في بريطانيا 10,000 نخفة ل 25 أسرة في جندع. من ناحية ثانية ألقت السيدة منيا موغوس المقيمة في جدة بالسعودية وزوجها كدان زرعاي إيجار 4 أشهر عن كاهل مستأجري منزلهما في إنبات كلا. وفي أفعبة ألقى السيد محمد علي أبدافاء إيجار 2 شهرين، والسيد عثمان محمد إدريس إيجار متجر حتى زوال كورونا من البلاد. استشهد يوم أمس 11 من أغسطس المدير العام لقسم البيئة في وزارة الأراضي والمياه والبيئة المناضل ماغوس والدي يوهانس بايرو جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 70 عاما. التحق المناضل ماغوس بقوات التحرير الشعبية في شهر أبريل عام 1975 وعمل في مختلف وحدات التنظيم، وبعد الاستغلال عمل بداية في وزارة الزراعة ومن ثم في وزارة الأراضي والمياه والبيئة حتى يوم استشهاده. الفقيد المناضل ماغوس والدي يوهانس رب أسرة وأب ل5 أبناء، وغد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 12 من أغسطس بمقبرة الشهداء بأسمرة. هذا وتعرب وزارة الأراضي والمياه والبيئة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل ماغوس والدي يوهانس بايرو، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته وزملاء العمل ورفاقه المناضلين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية إلقاء زيارة مرتقبة الخميس لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى بغداد ردا على مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيرة في شمال العراق. وكذلك قامت الوزارة باستدعاء سفير أنقرة لديها للمرة الثالثة خلال أقل من 3 أشهر، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وكان الجيش العراقي قد ذكر في وقت سابق أن طائرة مسيرة تركية قتلت 2 من عناصر حرس الحدود وسائق السيارة التي كانت تقلهما في منطقة سيتكان في شمال شرق العراق قرب الحدود التركية. ومنذ أن أطلقت تركيا في يونيو عملية مخالب النمر العسكرية في كردستان العراق، تتواصل المواجهة الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين على خلفية الضربات الجوية وعمليات التوقل البرية التركية، حيث دفع مقتل ضابطين عراقيين بغداد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق، داعيا إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين. قال نائب وزير الخارجية الصيني لي يو تشينغ أنه ينبغي لبلاده إبقاء علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على المسار الصحيح وضمان عدم خروجها عنه. ونقل عن ليه قوله في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية أن الأشهر المقبلة حاسمة للعلاقات الصينية الأمريكية، ويجب أن نحافظ على تركيزنا وأن لا نتأثر بالعديد من القوى المتطرفة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أن علاقته مع نظيره الصيني شي جين بينغ توترت في أعقاب جائحة فيروس كورونا، حيث وجه ترامب انتقادات لاذعة إلى الصين متهما إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لاحتواء الفيروس. وهنالك أيضا خلافات أخرى بين أكبر اقتصاديين في العالم بسبب قضايا منها حملة التضييق التي تشنها بكين في هونغ كونغ، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، والنزاع بشأن بحر الصين الجنوبي. وقد فرضت الصين عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا من بينهم أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري، ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ والصين. وأبدت بكين معارضتها الشديدة لخطوة اتخذتها واشنطن بحجب التطبيقات الإلكترونية الصينية، مضيفة بأن ذلك يتعارض مع مبادئ السوق ولا يستند على أساس واقعي. ذكرت وسائل إعلام كوريا الجنوبية أن سيول وواشنطن ستبدأان هذا الأسبوع تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة، لكن بدون تعبئة قوات متمركزة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تقليص برنامج التدريبات بسبب مخاوف مرتبطة بجائحة كورونا. وكان البلدان يناقشان كيفية تعديل التدريبات التي تبدأ عادة في أغسطس في ظل صعوبة سفر أفراد الجيش الأمريكي نتيجة تفشي فيروس كورونا. ويشارك في البرنامج عشرات الآلاف من الجنود من الجانبين، لكنه يرتكز إلى حد بعيد على المحاكاة باستخدام الكمبيوتر أكثر من التدريبات الميدانية الحية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن التدريبات تجرى بين 16 و28 من أغسطس، لكن على نطاق أضيق، على الرغم من تمديد إطارهم الزمني يومين لضمان التباعد بين المشاركين وتقليص الأنشطة الليلية.
في الخبر الأخير خلص علماء بجامعة روما إلى أن رسام عصر النهضة الشهير رافائيل لم يكن متصالحا مع شكل أنفه فاستبدله بنسخة محسنة في لوحته الذاتية. ووفقا لرويترز فقد توصل علماء بالجامعة الإيطالية وضعوا تركيبا ثلاثي الأبعاد لوجه الرسام الإيطالي معتمدين على قناع من الجبس لجمجمته التي أعدت في عام 1833. وفي ذلك العام تم لآخر مرة استخراج الرفات التي يعتقد أنها رفات رفائيل الذي بجله معاصروه لأنه يسعى للكمال في كل أعماله. وعادة ما تظهر لوحة رفائيل الذاتية في معرض أوفيتسي في فلورنسا، لكنها الآن في روما للمشاركة في معرض بمناسبة مرور 500 عام على وفاته. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.